القريطي لم يمنعه من أن يدرس في مدرسة المفتون في صنعاء، ثم التحق بحلقات الدرس في الجامع الكبير ليتتلمذ على يد شيخ مشايخ عصره في القراءات، وهو العلامة حسين بن مبارك الغيثي، فيتخرج من حلقات القرآن ملما بالقراءات السبع ومتبحرا في علوم اللغة العربية. وهب الله الشيخ القريطي صوتا عذبا، فترنم بالذكر الحكيم على طريقته الخاصة التي تميزه عن غيره من القراء الذين عاصروه أو من جاءوا بعده. وفي عام 1947 تم افتتاح إذاعة صنعاء، فكان الشيخ القريطي مقرئها الأول، والتي كان لها الفضل في حفظ تلك التلاوة النادرة عبر تسجيلاتها. لكن الشيخ القريطي لم يكن مجرد قارئ للقرآن فقط لدى إذاعة صنعاء، بل كان المرجع اللغوي الأول لديها بما امتلكه من تبحر في علوم اللغة العربية. استمر الشيخ القريطي على هذا العمل حتى عام 1962،